الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. بيكون في عندنا الدرس الثالث والرابع. السؤال الأول بيقول هنا living in the desert has a lot of نقط. طيب بيقول هنا إن العيش في الصحراء طبعا ده بيكون مليء بالمغامرات اللي هي adventures. السؤال اللي بعده بيقول هنا I like to نقط. أنا بحب إيه؟ وبيقول the chickens. خلي بالك بقى من حاجة، هنا كلمة chickens آخرها S، هنا المقصود بيها الفراخ يعني، فهنا اللي ينفع اختاره إن أنا أقول feed the chickens، لكن كلمة eat لو هي أقول chicken لحم الدجاج، أما هنا جمع فأقول feed، يعني بحب إن أنا أطعم الدجاج. They bought a not house as their old one was small. طيب بيقول هم يعني اشتروا منزل ايه بقى بدل البيت الصغير القديم بتاعهم، يبقى عايز حاجة عكس كلمة صغير اللي هي كلمة large اللي هي معناها كبير. السؤال اللي بعده he has no money he is not. طيب هو ما عندهوش فلوس يبقى هو فقير جدا، طالما no money يبقى فقير. كلمة فقير بقى اللي هي poor. السؤال اللي بعده I sent my friend a text note on his birthday. أنا أرسلت لصديقي، عايز يقول لك بقى رسالة نصية في عيد ميلاده. طيب رسالة نصية دي اسمها text message، يبقى الصح هنا إن أنا أقول له كلمة message. السؤال اللي بعده The weather was not so we couldn't travel to Alex. طيب بيقول إن الطقس كان إيه؟ طيب هما بقى مش قدروا يسافروا الإسكندرية. طيب طالما ما قدروش يسافروا يبقى الطقس كان سيء، سيء اللي هي terrible. السؤال اللي بعد كده بيقول هنا I have a or an not in reading short stories. طيب خلي بالك بقى هنا في a or an، يعني عايز يقول أنا عندي اهتمام اللي هو an interest، يبقى هنا نختار كلمة interest طبعا بقراءة القصص القصيرة. السؤال اللي بعده بيقول هنا the family العائلة don't know why some men take their father not. بيقول ان العيلة ما تعرفش ليه يعني بعض الرجال اخذوا والدهم بعيدا. طيب احنا عندنا كلمة اسمها take away، كلمة away اللي هي بمعنى بعيد، يبقى اقول له away. السؤال اللي بعده بيقول هنا they are poor farmers and live in a small not in Giza. طيب بيقول ان هم يعني مزارعين فقراء بيعيشوا فين بقى في الجيزة، هنا عايز يقول لك في قرية صغيرة في الجيزة، كلمة قرية اللي هي village. السؤال اللي بعده بيقول لي you must be careful when you use the not it's sharp. هنا بيقول يعني يجب انك تكون حذر لما تستخدم ايه، هي بتكون حادة جدا، يبقى هنا اكيد السكينة، سكينة بقى اللي هي knife. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا a or an not is a large round fruit with dark green skin and a lot of black seeds. طيب بيقول بقى فاكهة كبيرة وطبعا دائرية بقشرة خضراء وفيها طبعا بذور سوداء كتير، طبعا دي الوتر ميلون اللي هي البطيخة يعني. السؤال اللي بعده بيقول لي be not when you cut the tomatoes، يعني كن ايه بقى لما تقطع الطماطم، طبعا طالما بتستخدم سكينة وبتقطع حاجة يبقى be careful كن حذر، يبقى هنا كلمة careful. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول هنا the opposite of attractive is not. طيب هنا كلمة opposite اللي هي أصلا معناها عكس أو مضاد، هنا بيقول لك عكس كلمة جميل أو جذاب، طبعا عكس كلمة جميل اللي هي ugly، كلمة ugly اللي هي معناها قبيح. السؤال اللي بعده بيقول لي not is a place where people go when they do something wrong. المكان بقى اللي الناس بتروحه لما تعمل حاجة غلط، طبعا ده اسمه سجن، سجن بقى اللي هو prison. السؤال اللي بعده بيقول هنا the railway not goes from طنطا to أسوان. هنا بيتكلم عن خطوط السكة الحديد، بيقول إن هي بتمتد من طنطا لأسوان، طبعا دي اسمها railway line خط السكة الحديد. السؤال اللي بعده my uncle has not in the garden and he uses it to water his plants. خلي بالك بيقول خالي عنده ايه في الحديقة، اهم حاجة بقى بيستخدمه ان هو يسقي النباتات، يعني حاجة بيسقي بيها النبات دي الحنفية او الصنبور اللي هي تاب. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا on a not day Reem gets up goes to school and then helps her mother in her shop. طيب هنا بيقول بقى في يوم ايه ريم بتصحى من النوم وبتروح المدرسة وبتساعد مامتها، يبقى ده يوم تقليدي، يوم نموذجي اسمه a typical day، يبقى هنا أقول له في اليوم المعتاد يعني typical day. اللي بعده مازن wants to not a game with me.
مازن يريد أن، طبعا جيم بيجي قبلها play، عاوز يلعب معايا لعبة يعني، فأقول له play a game. اللي بعده بيقول هنا can I not your book this evening. طيب خلي بالك هنا عايز يقول هل بقى هتقدر أو ممكن تسلفني كتابك. طيب استعير كتابك دي اسمها borrow your book، يبقى هنا borrow. بعد كده بيقول هنا most people، معظم الناس like to read the not، بتحب انها تقرأ ايه of famous people on Facebook. معظم الناس بيحبوا ان هم يقروا ايه للناس المشاهير على الفيسبوك، طبعا بيقروا الملف الشخصي. الملف الشخصي ده اسمه بروفايل، يبقى هنا اقول له بروفايل اللي هو البروفايل بتاعهم يعني. بعد كده two men came and not their father away from home. بيقول يعني راجلين جم او اتوا واخذوا باباهم بعيدا عن البيت. قلنا كلمه ياخذ بعيدا دي اسمها take away. طب الماضي من take talk، يبقى اقول له talk away. السؤال اللي بعده they not to a small house in a small village. طيب هنا عايز يقول ان هم بقى نقلوا الى منزل صغير في قريه صغيره. طيب خلي بالك اصلا حرف الجر to اللي بعد النقط هنا بيجي قبل منه moved، يبقى اقول moved to، نقلوا او عزلوا يعني. السؤال اللي بعد كده بيقول هنا your homework is full not mistakes do it again please. طيب بيقول ان واجبك مليء بالاخطاء، اعمله مره تانية. طيب مليء بيه دي اسمها fall off، يبقى هنا شباب هنختار كلمه off. السؤال اللي بعده بيقول هنا there is a bakery not the end of the street. طيب بيقول بقى ان يوجد طبعا مخبز، عايز يقول في نهايه الشارع، في نهايه دي اسمها at the end، يبقى اقول له at. الصفحة اللي بعد كده بتبدأ معايا بسؤال الديالوج، سؤال المحادثة. طبعا أهم حاجة إنك أنت تقرأ المحادثة كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. وخلي بالك بقى السطر اللي فوق ده مهم جدا، بيعرفك المحادثة بتتكلم عن إيه. بيقول هنا علي suggests going to a restaurant. علي بيقترح الذهاب إلى مطعم. خلينا نشوف كده. علي بيكلم حسن وبيقول له this is a nice restaurant. بيقول له هذا مطعم جميل جدا. shall we eat here حسن؟ بيقول له ايه رايك بقى لو ناكل هنا يعني في المطعم ده. طيب هنا حسن بيوافق لان بعد كده بيظهر معانا الجرسون وهو بيكلمهم، واضح ان هم موافقين. طيب طالما يوافق بقى هيقول له that's a good idea. يبقى لما حد يقترح عليك اقتراح وتوافق على الاقتراح ده بتقول هذه فكره جيده. يبقى في الاول هيقول له يس تمام، بيرد على السؤال وقال له that's a good idea، بيوافق على الاقتراح، بيقول له تمام ده اقتراح كويس. بعد كده بقى بيروح المطعم، فالجرسون بيقابلهم ويقول لهم good evening، وده اسالهم سؤال. الاجابه we would like to sit next to the window. هما بيقولوا له بقى احنا عايزين نقعد جنب الشباك. واضح ان هو بيعرض عليهم الجرسون، يعني اين او ايه المكان اللي انتوا عايزين تقعدوا فيه. طيب اين اللي هي اسمها where. طب الفعل المساعد هجيبه منين؟ انزل في الجمله كده هتلاقي we would، هناخد بقى كلمه would هي اللي بتيجي بعد اداه الاستفهام، فهقول where would، والفاعل هنا الوي بتتحول الى يو، يعني بيسالهم هم بقى، بيقول يعني فين المكان اللي انتوا عايزين تقعدوا فيه. فيقول له you like to، حط فعل في المصدر بعد like to اللي هو sit، يعني بيسال where would you like to sit، يعني حابين تقعدوا فين يعني. طيب هنا قال له are you ready to order، قعدوا فقال له هل انت بقى جاهز للطلب. طيب حسن هيبدا يساله سؤال، كانت الاجابه yes we have got fish and we have got chicken with rice. الجرسون بيقول له عندنا سمك وعندنا فراخ وعندنا رز. طيب هنا الاجابه بيس، يبقى هيسال بهل، يبقى اكيد حسن بيقول له have you، هل انتوا عندكم بقى، فهيقول have you، كان الاجابه فيها we have got، هيعكس بقى have you got، هل انتوا عندكم، وهيبدا يكتب الحاجات اللي تحت دي. خلينا نقول مثلا have you got any fish مثلا، هل انتوا عندكم اي سمك، لانه بعد كده بيزود بيقولوا عندنا كمان ايه فراخ ورز. طيب هنا قال له هل عندكم اي سمك، قال له ايوه. قال له سؤال، قال له would you like to have drink، قال له اجابه يعني. فطبعا قال له هل انت عايز اي مشروب، واضح ان هو هنا ايه قال له we would، بيبدا يطلب بقى we would like fish with rice please. بعد ما هو قال له عندنا سمك ورز فاكيد علي بقى يبدا يطلب، فبيقول له احنا عاوزين طبعا fish we would like fish with طبعا rice، سمك وأرز. طيب في النهاية بقى بيقول له الجرسون would you like to have a drink. هنا بيعلمك صيغ الاقتراح، يعني بيقول له هل انت بقى حابب اي مشروب، فممكن يقول له yes ويطلب اي حاجة. فيقول مثلا I would like to have tea، يعني انا مثلا حابب ان انا اتناول الشاي. كلمة have هنا بمعنى يشرب او يتناول. yes I would like to have tea، او اقول له I would like some tea على طول، يعني عايز بعض الايه الشاي. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض، بيكون في عندنا exercise
على الدرس الثالث والرابع، واللي بيبدأ معايا بسؤال مهم جدا وهو سؤال القطعة. طبعا أهم حاجة إنك أنت تقرأ القطعة كلها على مهلك وتترجمها قبل ما تحل. دلوقتي هنقرأ القطعة بتاعتنا كلها ونبدأ نحل الأسئلة بتاعتها. طيب بيقول لي هنا My name's رضوى، اسمي رضوى. I always get up at 6:30. وبتقول دايما بستيقظ الساعة 6:30. I usually have a shower before I get dressed. كمان بتقول عادة يعني باخد الشاور بتاعي. I have breakfast with my family. وبتناول الإفطار مع عائلتي. My house is not far from my school. بتقول بقى إن البيت مش بعيد أبدا عن المدرسة. So لذلك I go to school on foot. عشان كده بقى بروح المدرسة مشي يعني. I always arrive there before the bell rings. طيب بتقول دايما بوصل قبل ما جرس المدرسة يرن. At break في الفسحة I have some sandwiches and talk to my friends. بتقول بقى أنا بتناول السندوتشات وبتكلم مع صحابي. I play with them in the playground. بلعب معاهم في ملعب المدرسة. I come back home at about 2 o'clock. وبوصل البيت الساعة 2. I usually feel tired. عادة ببقى تعبانة. Then my parents الوالدين بعد كده بقى always come from work at about 3 o'clock. بابا وماما بيرجعوا البيت الساعة 3. I like to help my mom make lunch. بحب أساعد مامتي في تجهيز الغداء. After lunch بعد الغداء I do my homework. بعمل واجبي. I usually go to bed at 9 o'clock. وكمان بوصل بقى أو بروح السرير الساعة 9. طيب بعد كده يا شباب هنبدأ نحل أسئلة على القطعة. السؤال الأول Put a suitable title to the text. يعني هات عنوان مناسب للقطعة. طب القطعة بتاعتنا كلها بتتكلم عن بنت اسمها رضوى بتحكي يوم من حياتها، فأقدر أقول a day، وأقدر أقول بقى رضوى وأحط لها أبوستروفي اس life، يعني يوم في حياة رضوى. يبقى أنت تقدر تكتب أي عنوان هيكون صح. واحد تاني هيكتب رضوا's day صح، رضوا's daily routine صح. يبقى أنت هنا بتكتب الاسم وتحط اس الملكية وتكتب اليوم بتاعها. بعد كده what does رضوى do at break؟ يعني بيقول اللي رضوى كانت بتعمله في الفسحة. هنا لازم ترجع للقطعة. بص هنا في السطر اللي هو بدأ بيه I have some sandwiches. من أول هنا كده يا شباب هتبدأ تكتب السطر ده. هي كانت بتعمل ايه في الفسحة؟ بتتناول السندوتشات and talk to my friend. وكمان كمل للآخر I play with them. كمان كانت بتلعب مع أصدقائها في الملعب. يبقى هي بتتناول السندوتشات. ده كده يا شباب هنكتبه فيه إجابة السؤال رقم 2. تاني كده اللي تحته خط ده كله هنجيبه ونكتبه فيه رقم 2، لأن طبعا المسافة أو المكان مش مكفي زي ما أنت شايف. فهتقول لي بقى She has some sandwiches and talk to my friend. كل اللي عليك إنك هتغير بقى، هتخلي بدل I have هتخليها she has، يعني هي كانت بتتناول السندوتشات. بعد كده بيقول لي What do you think of رضوى؟ طيب بيقول لك هنا تعتقد بقى إن رضوى دي عاملة إزاي؟ طبعا أقدر أقول هنا شباب I think، أقول إن هي كانت شخصية كويسة أو نافعة، لأن هي طبعا كانت بتساعد مامتها وكانت بتساعد أصدقائها وتلعب معهم. فأقول she is helpful. هي كانت إيه؟ شخصية مفيدة للمجتمع اللي هي عايشة فيه كله. يبقى رقم 3 she is helpful. بيكون عندي 3 أسئلة اختياري على القطعة برضو. السؤال الأول بيقول لي رضوا's house is not her school. بيت رضوى بقى، طب حد فاكر هو كان بيقول إن هو مش بعيد عن المدرسة. يبقى هنا هجيب بقى عكس كلمة بعيد اللي هي قريب. قريب اللي هي near، يبقى البيت كان قريب من المدرسة. اللي بعده رضوا's parents come home at 9 o'clock. طيب الوالدين بقى كانوا بيوصلوا البيت الساعة كام؟ طبعا هي بتقول ان بابا وماما بيوصلوا الساعة 3، فاقول هنا 3 o'clock. اللي بعده the underlined word them. الضمير them هنا بيعود على مين؟ ارجع للقطعة. كلمة them هي كانت بتقول انا بلعب معاهم، اللي هم مين؟ my friends اصدقائي. يبقى هو بيعود على اصدقاء رضوى. يبقى هتقول لي هنا رضوا's friends. بعد كده يكون عندنا بقى سؤال اختياري. السؤال الاول I felt نقط when I saw the accident. طيب بيقول أنا شعرت بإيه لما شفت الحادثة. طبعا أي حد هيستاء بقى وده شيء فظيع اللي هي terrible. اللي بعده بيقول هنا the opposite of poor is نقط. كلمة opposite اللي هي معناها عكس أو مضاد. عكس كلمة poor اللي هي أصلا معناها فقير، عكسها غني. غني اللي هي كلمة rich. السؤال اللي بعده she was wearing a very نقط dress all her friends like it. يعني هي بقى بترتدي، عايز يقول فستان جميل جدا لان كل اصحابها حبوا الفستان ده. طيب بقى كلمة جميل او جذاب اللي هي attractive. اللي بعده بيقول هنا رامز house is near a railway نقط.
طيب بيت رامي بقى قريب من، عايز يقول خط السكة الحديد، احنا خدناها اسمها railway line، يبقى اقول له هنا line. واللي بعده بيقول لي we not turns to answer the questions in the class. طيب احنا عندنا حاجة اسمها يتبادل الأدوار. هو بيقول احنا بنتبادل أدوار الإجابة على الأسئلة في الفصل. يتبادل أدوار اسمها take turns، يبقى اقول له take. اللي بعده بيقول لي هنا they put him in a note because he did something wrong. يعني هم وضعوه فين بقى بسبب ان هو بيعمل حاجات خاطئة، يبقى هو هيروح السجن. السجن بقى اللي هي prison، يبقى اقول له prison. الصفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض. السؤال الأول فيها بيقول لي هنا Mission Impossible is a great نقط فيلم. طيب خلي بالك هنا هو بيتكلم على فيلم، الفيلم ده اسمه مهمة مستحيلة. الفيلم ده يا شباب هو من أفلام المغامرات، فهقول له هنا adventure، هو فيلم مغامرة. اللي بعده بيقول لي not you enjoying your chocolate milk. خلي بالك بقى الفعل هنا يا شباب جاي مضاف له اي ان جي، فمش هينفع does ولا هينفع do، دول عايزين فعل في المصدر، ولا ينفع have عشان عايز فعل في التصريف الثالث. اما الفعل اخره اي ان جي هسال عليه بايه؟ يا is يا are، فهنا اقول are you enjoying. اللي بعده بيقول لي هنا ايمن never نقط he has bad voice. طيب خلي بالك بقى كلمة never بتقول لي ان الجملة دي في زمن المضارع البسيط. مضارع بسيط اشوف الفاعل، ايمن هنا فاعل مفرد، يبقى الفعل هيجي اخره اس فاقول sings، يعني هو ابدا ما بيغنيش لان صوته وحش. How not they learn English too أو so fast. طيب ده سؤال، السؤال ده ناقص فيه طبعا فعل مساعد. طب هنا learn فعل في المصدر وزي جمع. طيب الحاجة الوحيدة اللي تنفع اللي هي did، خلي بالك does ما بتجيش لو الفعل جمع، فهنا استخدم did. بعد كده بيكون عندي سؤال correct. السؤال الأول بيقول لي every day كل يوم she not to school with her brother. طيب احنا قلنا قبل كده كلمة every day من الكلمات اللي بتدل على المضارع البسيط. طالما مضارع بسيط حط عينك على الفاعل، شوفه مفرد ولا جمع. she مفرد يبقى هضيف للفعل اس المضارع البسيط واقول هنا walks. لو كان الفاعل ده جمع كنا حطينا الفعل في المصدر، يبقى الصح walks مش walk. they not to go to the party بتكلم عن الحفلة، فطبعا هنا عايز ينفي، زي هنا جمع يبقى انفي don't، ما ينفعش اقول not لازم اقول don't زائد المصدر، يبقى الصح don't want. هم يعني مش عايزين يروحوا الحفلة. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا when نقط take a break. طيب ما ينفعش اقول I can، الصح هنا ان انا اجيب كان الاول لان ده سؤال، الفعل المساعد الاول وبعدين الفاعل، يبقى when can I take a break. السؤال اللي بعد كده بيقول لي نقط going to have a party. نفس الكلام برضو، خلي بالك ده سؤال. السؤال يا شباب لازم ابدا بالفعل المساعد بيكون معناه هل انت، فهنا اقول له are وهعمل ايه كابيتال عشان ده سؤال، واقول له you يبقى are you going to. طيب بعد كده بيكون عندي سؤال باراجراف، وده زي ما قلنا ان شاء الله قريب جدا في مذكره هتنزل لك على القناه هنا. المذكره دي هتكون PDF خاصه طبعا بتاني اعدادي، هيكون فيها اهم موضوعات المنهج وازاي تعرف تحل السؤال ده بكل سهوله.